بُص، أنا مش جاي أخوّفك، أنا جاي أحكي لك. أنا مريض كانسر. ما تخافش واهدى كده، هو أنا جايبك يعني عشان أزعّلك؟ ما كانش العشم والله. خلاص، خلاص، أنا باضحك. لأ حقيقي عندي كانسر، سرطان في المُخ، وأنا باتكلّم وأفكّر وأحكي زي ما أنت سامع كده. وأخيرًا ودي المهمة بقى عشان الأفلام، جالي تليفون من المعمل بعد ما عملت تحليل. ما قالوليش إن هم غلطوا في التحليل والكلام بتاع الأفلام ده، لا، 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 لا. المكالمة بتاعتهم كانت عشان يأكدوا اللي قالوه لي في المعمل. شهرين، هم اللي فاضلين لي بالضبط كحد أقصى للحياة. شهرين، 60 يوم. أنت طبعًا استغربت الرقم، بس أنا استغربت إني فضلت هادي بعد ما سمعته. أنا مش عايزك تزعل ولا تعيط، الموت قدر، ربنا وقت ما كاتب هيحصل. أنا خدت الموضوع عادي جدًا أول ما سمعته، بس فكرت فيها بسرعة أوي. ممكن وأنا ماشي دلوقتي حالًا أموت، وشُفناها كتير جدًا. يبقى ربنا لو كاتب لي 60 يوم بحالهم أعيشهم، أزعل؟ يا نهار أبيض يا جدعان! قد كده الإنسان جاحد؟ أنا قررت بقى إني هاعيش ال60 يوم دول وهاعيشهم بجد. طبعًا أنت عارف إني ما عنديش أولاد ومطلّق، وعيلتي كلّها 5 على بعض، ما فيش حد منهم هيورث منّي جنيه. وده مش شرع ربنا، أنا اللي محدد إن هم مش هيورثوا منّي حاجة، أصلهم ما يستاهلوش. أو بصراحة بقى أنا باتلكك عشان أبعزق كل اللي حيلتي على كيفي. أنا يوم ما عرفت نتيجة التحليل قعدت بالليل أجهّز أنا عاوز إيه وهاعمله إزاي. أول حاجة فكّرت فيها الاستقالة. مش غضب، أنا مش غضبان منهم في حاجة، بس الواحد بيشيل الحمل من على كتافه. صحيت الصبح، لبست، جهزت عشان أنزل وأروح الشغل زي ما أنا متعود، وبعدين قعدت كده رُحت قالع هدومي تاني. ما أنا رايح أقدّم استقالة وأتنطط عليهم، فليه أروح بدري؟ تخيّل كده، تخيّل تخش على حد بيفطر فتتنطط عليه، ما هو مش هياخد باله، هو بياكل. خلّيهم كده بقى إيه، للضُهر، يكونوا تعبوا ومش فاهمين حاجة، فلمّا اتنطط عليهم دماغهم تعلى أكتر وأكتر. وجناب المدير ده بقى حدوتة لوحده، أنا لازم أدّي له على دماغه. هو صحيح شرس وغبي وبيتخانق مع دبان وشه، بس ده لمّا كنت موظّف عنده، أنا دلوقتي مستقيل ومش هاممني حد، ده أنا حتى ممكن أخبطه على دماغه لو فتح بُقّه بكلمة. أنا خطّطت لكل حاجة خلاص، هاروح أخُش عليه على طول، مدير مكتبه يحاول يوقّفني ما يقدرش، أروح مزعّق له ورامي له الاستقالة في وشه، هيروح واقف منطور من على كرسيه ومزعّق، هاروح مدّي له في وشه. وديّة هي يعني، هاتسجن. هُم مش هيلحقوا يعملوا معايا حاجة، حتى لو اتسجنت عقبال ما تتحول القاضي عشان يحكم وهيلاقيني مُت. أنا متخيّل كده ييجي اليوم اللي يتحكم عليّا فيه، وهوب يلاقوني ميّت في المحكمة. يا دي الحسرة اللي هُم هيبقوا فيها. أنا قعدت أضحك ضحك على الموضوع ده. حكمت المحكمة على المتهم، أروح أنا واقع في القفص ميّت ويسقط الحكم قبل ما يتنطق. ده كان يتنقط. بس أنا الصراحة لغيت كل ده من دماغي. بس بالعقل إيه اللي يودّيني أقعد آخر وقت في حياتي في السجن، عشان لحظة أنا كمان مش هاشوفها، وممكن كمان ما تجيش. لا يا عم أنا أتبسط وأبقى تمام التمام، وهُم بقى يشوفوا مشاكلهم بعيد عني. ده أنا لسه عايز أسافر وأروح وآجي. ده في أكلة في إيطاليا سمعت عنها لازم أجربها قبل ما أموت. هي الدنيا إيه غير فُسحة حلوة، وأكلة حلوة، وسِت حلوة، وجايز في إيطاليا أقابل الست الحلوة.
ونعيش مع بعض آخر وقت من حياتي، ويا سلام لو كانت زيي هتموت على طول، نمسك إيدين بعض ونموت. يا لها من موتة هادية وشيك. أنا دماغي مسوحاني والمصحف. يلا لما أقوم ألبس بقى واستعد للمدير الهمام.